هل تعلم أن هناك جزيرة في قلب أوروبا يمنع دخولها رسميا حتى اليوم؟ يقولون إن من تطأ قدمه أرضها يسمع صرخات من الماضي. إنها جزيرة بوفيليا الواقعة قرب مدينة البندقية في إيطاليا، التي لقبها السكان باسم بوابة الجحيم على الأرض. اليوم سنكشف الحقيقة المخفية وراء هذه الجزيرة الملعونة التي جمعت بين الموت، الجنون والرعب الحقيقي. استعد، لأن ما ستسمعه الآن ليس مجرد قصة، بل تاريخ مظلم حاولوا طمسه من الذاكرة. مرحبا بك في دارك سايد عربي، حيث نكشف ما لا يريدونك أن تعرفه. تبدأ القصة في القرن الرابع عشر، عندما اجتاح الطاعون الأسود أوروبا وقتل أكثر من نصف سكانها. في إيطاليا كانت جثث الموتى تنقل إلى جزيرة بوفيليا، حيث كانت تحرق وتدفن جماعيا دون طقوس أو وداع. تخيل، أرض تحتوي على أكثر من 160 ألف جثة. لهذا يقول العلماء إن تربة الجزيرة تتكون اليوم من رماد العظام البشرية. منذ ذلك الحين بدأ الناس يتحدثون عن أصوات غريبة تسمع ليلاً، ونيران تظهر من العدم فوق المياه المحيطة بها. بوفيليا ليست جزيرة، إنها مقبرة مفتوحة على السماء. في أوائل القرن العشرين قررت السلطات تحويل الجزيرة إلى مستشفى للأمراض العقلية، لكن بدل أن تكون ملجأ للعلاج تحولت إلى مختبر للرعب. الطبيب المسؤول الذي لم يذكر اسمه في السجلات أجرى على المرضى تجارب غامضة. يقال إنه كان يحاول علاج الجنون بعمليات على الدماغ دون تخدير. المرضى كانوا يسمعون صرخات في الليل ويزعمون أن أرواح ضحايا الطاعون تطاردهم. حتى الطبيب نفسه يقال إنه سقط من برج الجرس بعد أن طارده شيء لم ير بالعين. ومنذ ذلك اليوم لم يجرؤ أحد على العيش هناك مجددا. في الخمسينات حاول بعض المستثمرين تحويل الجزيرة إلى فندق فاخر، لكن العمال تركوا المكان في الليلة الأولى. قالوا إنهم سمعوا خطوات على الأسطح وصراخا قادما من البحر. وفي عام 2014 عرضت الحكومة الإيطالية الجزيرة للبيع بمزاد علني، لكن حتى اليوم لم يجرؤ أحد على شرائها. المراكب السياحية تمر بجانبها، لكن لا أحد ينزل. الناس ما زالوا يؤمنون أن الأرواح محبوسة هناك، وأن الجزيرة ترفض من يحاول استغلالها. بوفيليا ليست مجرد جزيرة، إنها مرآة مظلمة لتاريخ مليء بالألم والموت. وربما كما يقول سكان البندقية، بعض الأماكن يجب أن تبقى منسية لأنها لا تنسى من يقترب منها. هل تجرؤ أنت على زيارتها؟ لو أتيحت لك الفرصة أخبرنا في التعليقات، واشترك الآن في قناة دارك سايد عربي، لأن القادم أكثر ظلاما مما تتخيل.